السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن كل البلاستيكات اللي تخص العروسه. لو كنت عروسه جديده ثواني عشان تستفيدي. كل ام بتجهز بنتها كملوا معايا الفيديو. هقول لكم على كل البلاستيكات اللي انا جبتها وهحاول اقول لكم الاعداد. حقيقة انا بتعب جدا في تصوير الفيديوهات، ما تخلوش عليا بكومنت حلو زيكم والسبسكرايب لو مش عاملين سبسكرايب. اول حاجه هبدا بيها المقشه والمساحه. المساحه كانت تركي والمقشه نوعها الثعلب. نيجي بقى الحاجات المهمه برضه. طقم الحمام ده كان حوالي 13 قطعة. كان 7 الغسيل، ده 7 اللي بنحط فيه الغسيل واتنين باسكت والسبت اللي بنطلع فيه الغسيل. لازم تجيبوا باسكت مقفولة للحمام أو لأوضة النوم. وفي باسكت الزبالة كبير. أنا عديت المقشة والجروف والفرشة بتاعة البلاط، دول مهمين طبعا. أنا جبت مقشة وجروف واحدة واتنين فرشة بلاط. الباسكت دي كانت الثعلب. نيجي للأطباق البلاستيك. أنا جايبة حوالي 10 أطباق بلاستيك منوعة بأحجامهم. حاولت بتوع المطبخ إن هم يكونوا لون واحد علشان برضو ما يبقاش شكلهم مش حلو. ومصفة رز، مصفى في منها أشكال كتيرة قوي، ممكن تشوفوا الشكل زي اللي كان في الفيديو أو تشوفوا أشكال تانية دلوقتي كمان جديدة. الأطباق الكبيرة دي هي والدتي بصراحة اللي كانت قالت لي اجيبهم. أنا كنت وقتها ما كنتش عارفة إن أنا هحتاجهم، بس بعد ما اتجوزت احتجتهم. فطبقين كبار. أو لو عايزة تكتري عن كده كمان ممكن تجيبي. هو بينفعني لو أنا هغسل حاجة على ايدي، لو مثلا نقعت بطانية أو حاجة، بينفع بصراحة جدا. وده جردل لتخزين المية، جردل كبير وحقيقي احتاجته بعد ما اتجوزت. أنا كنت ساكنة في دور عالي وأحيانا الموتور بيبقى فيه مشكلة، او محتاجة اخزن المية بتبقى قطعة، فحقيقي مهم جدا يعني. حاولوا ما تنسوهوش. حاجة مهمة اوي. العلب والمنظمات بتاعت البقوليات او المكرونات، هاتوا منهم كذا شكل وكذا حجم. بصراحة حلوين جدا وبينفعوني وبيساعدني ان انا انظم المطبخ. انا ما بحبش الحاجة يكون شكلها مهرجلة. والازاز بتاعت الكاتشب. الصبانة دي كانت جاية مع الطقم. الشفشق وازاز المية. انا كنت جايبة شفشق بس احتجت اجيب واحد تاني عشان العصاير في رمضان. جردل بشرشوبة. علب بلاستيك، هاتوا منها احجام طبعا ما تنسوش. انا كنت جايبه الطقم ده كان حوالي 18 قطعه من رونين، كان ب100 جنيه. كلفة بتاعت سيرين مواعين برضو. دي مهمة. العلب بجد حاولوا نكتروا منها قد ما تقدروا. انا بحط فيها بواقي الاكل في التلاجة وبحط فيها في الفريزر برضو. الجردل بشرشوبة مقدمش واحسن من الموكنز مرات جت. كرسي الحمام، سبت الغسيل. كمان عندنا الرياشة والزعافة، الاتنين برضو مهمين. مش فاكرة حقيقي نوعها، بس نوعها مكانش حلو. بطرمانات البلاستيك من تحت بون. انا جبت عشان الطحينة علشان اي عشات زيادة. كرسي الحمام ممكن نجيب منه كذا حد. ممكن نجيب ده وكراسي بلاستيك لو احنا عايزين برضو. السبت ده اللي بطلع فيه الغسيل، ده باقي الطقم بتاع الحمام. آه وثبت كمان للبلكونة. السبت ده كان خشب أو بخوص كده. ودول برطمانين، واحد ازاز وواحد بلاستيك. ينفعوا للسمنة، ينفعوا للمخللات. الحقيقة الاتنين مهمين وعمليين جدا. بلانشات التقطيع أنا عندي أكتر من واحدة، بس هما اتنين طلعتهم وبستخدمهم. واحدة للخضار والفاكهة وواحدة للحوم. ما احتجتش اكتر من كده. ازاز المية جبت الازاز وجبت البلاستيك دي. بس الحقيقة ازاز المية دي اتكسرت مني، يعني ما كانتش عملية خالص. بستخدمها للعصير دلوقتي. طقم التوابل ده كان رائع وعملي جدا، مبياخدش مساحة وكان سعره رخيص. كان اعتقد ب80 جنيه او حاجة. يجي 6 مع بعض وبيجي معاه الستيكر بتاعه. المنظم بتاع المعالق والشوك والسكاكين في الدرج بتاع المطبخ. هو بصراحة بيساعدني بلاقي الحاجة بسرعة يعني، وشكل شيك برضو. والمقصات طبعا. ومعلقة بلاستيك صغيرة ممكن تحتاجولها. والسكاكين برضو ممكن تجيبوا كذا حاجة. في منه كذا حجم وكذا شكل على فكرة. الحجم بتاع الدرج بتاعي رحت جبت على نفس الحجم بتاعه. الصفاية طبعا بتاعت المعالق. لا غنى عنها حقيقي. بصفي بصفيهم بعد ما اغسلهم وبعدين احطهم في الدرج. بصراحة بتحفة بتنفعني جدا. وصفيت الأطباق والكوبايات. بصراحة هما الاتنين مهمين جدا. وشوف النوع اللي رايحه، والنوع ده كان موجود في رنين وشاهين. أنا شوفته في كذا مكان وفي في الأسواق كمان موجود. بس كده خلصت. إن شاء الله الفيديو عجبكم.